عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه المشير عبد الفتاح السيسي عام 2013 على وقع الفوضى والانفلات الأمني، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوى والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه. التقرير التالي سكينة عليتو يرصد الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر. 3 يوليوز العام 2013 يوم غير مسبوق في ذاكرة الشعب المصري، ففي ذلك اليوم قام الجيش بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور، وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وصدرت أوامر باعتقال المئات من المعارضين. ومنذ إعلان بيان الانقلاب خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر، وأصيب العشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي، وشنت هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء، وأعلنت حالة طوارئ في السويس وجنوب سيناء. أجهض الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي دخلت فيه مصر، فهذا الانقلاب وضع حدا لمطامح الشعب المصري، حيث أنه أنهى عهدة الرئيس المنتخب مرسي، كما عطل العمل بالدستور الذي وضعه المصريون. هي عملية اعتبرت ردة على خيارات الشعب المصري الذي اختار أن يكون من خلال الحراك ومن خلال الثورة التي قام بها الشباب والنساء والطبقات الوسطى المصرية ومختلف شرائح الشعب المصري من أجل إقامة نظام ديمقراطي ووضع حد للنظام الشمولي الذي كانت تعرفه مصر. 14 من غشت 2013 كان يوما دمويا عندما قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب في ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بالجيزة، وفاق عدد الضحايا 500 قتيل وآلاف الجرحى، وتصاعدت أعمال العنف في العديد من المحافظات المصرية. وجاءت ردود الفعل الدولية على ما يحدث آنذاك في مصر منددة ومعتبرة أن التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق، داعية إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية. رغم كل ما يقوم به النظام المصري القائم حاليا وما يقوم به الرئيس السيسي بعد سيطرته على السلطة ومروره عبر عملية انتخابية، فإن الأجوبة الحارقة لا زالت قائمة، وكذلك حالة الاحتقان لا تؤشر بأن مصر ستدخل في مرحلة إعادة بناء ثقة أو مرحلة حوار أو مرحلة كذلك إعادة بناء استقرار شامل. فهناك انفلات أمني كبير، وهناك كذلك معارضة اتخذت في بعض جوانبها راديكالية، كما أن هناك كذلك احتقان كبير في الشارع المصري وعدم فسح المجال لأي أفق ديمقراطي في هذه المرحلة. كان للانقلاب العسكري إذن آثار وخيمة على الحياة السياسية في مصر، حيث تم استئصال المعارضين وعسكرة مفاصل الدولة. فقد فاز قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية بنسبة 96% في انتخابات شهدت عزوفا للناخبين عن التصويت، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات قدرت نسبة المشاركة الإجمالية بنحو 47%، ما يعني أن أكثر من 25 مليونا لم يشاركوا في هذا الاختيار. وما زالت مصر تعيش أطوار صراع سياسي لم تكتمل فصوله بعد.